اليوم بنشرح كيكة الدخن ومن أخف الحلويات وما ترفع السكر بسرعة. بالمناسبة كيكة الدخن متوفر عندنا، إذا تبغى تطلب تواصل خاص. ليش نفضل الدخن؟ لأنه خفيف على الهضم وما يعطي ارتفاع سريع للسكر مثل الدقيق الأبيض. وغير كده الناس تحبه لأنه يناسب الدايت وما يسبب ثقل مثل الكيك العادي. طريقة التحضير: كوبين دقيق دخن، كوب دقيق أبيض، 3 ملاعق عسل، ملعقة كبيرة خميرة، نص كوب حليب دافئ، ربع كوب زيت ورشة ملح. نخلط الحليب والعسل والخميرة شوي، بعدها نحط الزيت ونقلب، بعدين ندخل الدقيق والملح ونخلط لين يصير القوام ناعم ومتجانس. نغطيها تتخمر ساعة، بعدها نصبها في الصينية وندخلها فرن 180 لمدة تقريباً 20 دقيقة، وتطلع كيكة ناعمة وخفيفة. ولو تبينها بخمير طبيعية بدال العادية، نبدل ملعقة الخميرة بثلاثة ربع كوب خمير طبيعية نشيطة ونقلل الحليب شوي عشان ما يصير الخليط سايل زيادة. نتركها تتخمر من ساعة ونص إلى ساعتين، وبعدها نكمل نفس الخطوات. وللي يحبون التمر، نوع تاني كيك الدخن بالتمر بتنزل بفيديو تاني إن شاء الله.